السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق عزيز عليا في المسجد قال لي يا حاج سامي عايز الخلاط ده أجدده، عايز أجدده. بصوا يا جماعة، أي حاجة في الخلاط لازم تتزيت. يعني جينا هنا كده مثلا، الصامولة دي كانت جاية لي محشرجة على الآخر، جامد جدا، فظيعة، كانت بتمشي بصعوبة. طبعا دي إيه، جيت هنا بسرعة المنشار شلت الزوايد، كان عليها اسمنت طبعا، تمام. جبت فرشة سلك ومشيت على هنا كده. لما عملت ايه في السن، بص رجعته تاني زي ما كان. وطبعا اساسي حاج سامي، اساسي ايه؟ زيت. زيت كده على السن بتاع الخلاط، زيت، تمام، زيت. الزيت ده يا جماعه لا غنى عنه، لا غنى عنه خالص. في كل خطوه تعملها في حياتك لا غنى عنها خالص نهائي. تمام، بسم الله، بسم الله. كده زيت تخليها، بص، تجري معاك زي الرهوان كده ما الاخر. كانت طرف بتمشي بصعوبه موت، كان السن على اسمنت. خلاص كده خلصنا. نيجي بقى على الخطوه اللي بعدها. هنجيب وصلات محترمه كده درجه اولى، تمام. وقبل ما اركب الوصله زي ما اتعودنا مع بعض كده، بجيب تفلون صغير، اي مقاس، المقاس ده او المقاس ده، تفلون صغير مش كبير، تمام. والف على سن الوصله تفلون كده، شايف؟ لازم تلف تفلون. خلي بالك لفة التفلون دي ليها معنى في كل خطوة. شايف هنا كده، ده نحاس في نحاس في جوان، بتعمل حافظة للجوان. اللفة نفسها، بص، مسكة البكر نفسها ليها ماسكة، وانا نازل، ركز معايا، وانا طالع، وانا نازل، وانا طالع. بعد ما الف على التفلون كده على السن، تمام، لازم احرق على التفلون. احرق ايه على التفلون؟ عشان اضمه، اعامله هو والسن حته واحده. لفه التفلون يا جماعه دي قصه، قصه يعني، تمام. وبعد كده لازم ادي سنه زيت على الوصله كده، عشان لما اجي اركب هنا الوصله في الخلاط، اجي بعد سنين طويله افكها، تفك معايا بمنتهى السهوله. في وصلات ساعات بيكسروها تكسير، ليه؟ عشان خاطر حاجه تافهه جدا، لفه تeflون وسنه زيت بس، بتخلص تفك معاك الوصله بعد سنين طويله. حبيت تفكها، تايرت منك، باظت منك، اي ظروف اتسدت منك، لاي ظروف، تمام، بتعمل ايه؟ تفكها تفك معاك كده. شغل احترافي بفضل الله، شغل احترافي. بتبقى حاجات يا جماعه تافهه جدا جدا، لكن حاجات مهمه جدا جدا. باجي هنا على الوصله هنا، تمام. لو كانت هي من الوصلات الايطالي القديمه بتاعت زمان، بتحتاج ورده جواها، ورده جواها، تمام، ورده فبر مش كاوتش. وبرضه اديها زيت، اديها ايه من جوه؟ زيت، حلو كده. واجيب نبل نحاس محترم، شايف؟ مترتر، مترتر يعني مشرط، تمام. واشوف الشروف بتاعته، الشفه بتاعته عدله، عشان اربط كده، تمام. يوم ما احب النبل افكه بعد سنين طويله يفك معايا، بص، بايدك بس كده، خلص الموضوع، قضي الامر. بس بالزيت، حلو كده. كده خلصنا خلاص من الخلاط. وتحت ونضفنا وروقنا، والصابونه عملناها بصفيحه المنشار ونضفناها. وعملنا السن بالايه؟ بالفرشه السلك، تمام كده، بفرشه السلك. خلاص خلصنا الموضوع ده. ندخل بقى على الزومبا. الزومبا اللي جوه دي اسمها الزومبا، شايفها اللي جوه دي؟ الزومبا دي لابد ان انا اتاكد انها من بره كده، من جوه كده تبقى ناعمه، عشان الجلده لما تنزل عليها بتاعه القلب، لا بتنزل كده، تنزل عليها كده، يبقى ايه؟ تنزل ناعم على ناعم، ناعم على ناعم. طيب قبل ما اركب القلب نفس الكلام، نفس الكلام. قبل ما اركب القلب لازم اديله تفلون في جوان، اي نعم زي الفل، واقول سيل زي الفل، واختار قلب براند. الحاج سامي بيشتغلش غير في البراندات باذن الله. اي حاجه بشتغل فيها اعرف انها بفضل ربنا عز وجل براند. بص كده اهو، لفينا تفلون. ليه؟ عشان ساعات بيروح الخلاط ده للخراط عشان نفك القلب، ولازم احرق على التفلون، احرق عليه، اعمل حافظه للجوان، شايف ازاي؟ وادي سنه زيت، سنه زيت لازم يا جماعه يبقى عندك قطره كده فيها زيت موتور، زيت موتور. القطره بكام؟ ببلاش، لان كده كده ترميها في الزباله بعد ما تعمل بعينيك بيها، اي حد عمل عينيه بيها قطره، ربنا يكفينا شر المرض.
اجي شويه زيت من عند اي حد، اديني شويه زيت من عندك، سهله جدا جدا. وبعد كده جرابط هنا كده كده اربط تمام القلب. احب افك القلب بعد سنين طويله، افك مفتاح 17 بلدي، افك واربط كده تمام. طبعا مش هعمل ناحيتين، هعمل ناحيه واحده عشان ايه؟ عشان الفيديو هعمل ناحيه واحده. اقرب بقى زي ما انا عايز، ما اخافش. ليه ما اخافش؟ ما انا عامل حافظه، قرب بكل قوتي بكل قوتي، ما اخافش. ليه؟ يوم ما احب افك هيفك معايا. اعمل ايه بقى؟ افك المسمار كده بالراحه، ركز معايا هعمل ايه؟ ركز معايا هعمل ايه؟ ادخل الاكره تمام، مش للاخر كده، بالراحه كده بالراحه. وبعد كده ادخل ايه؟ المسمار، وامسك المفك الصليبه بتاعي تمام هنا اهو. طبعا يكون عندي طقم مفكات، الافضل يكون عندك طقم مفكات كده، تختار بص تختار المفك المناسب للمسمار المناسب. شايف؟ ما تجيبش مسمار تخين، مفك تخين مجعلص يبوظ لك المسمار، او مفك رفيع يفوت لك المسمار. لا، تجرب كده المسمار على المفك، لقيت في الطقم ده المسمار المناسب او ده المفك المناسب، ما يبوش في السن، يبقى اختار المفك ده. بعد ما اختار المفك ده تمام، ايه اللي يحصل؟ اخترت مفك مناسب، ارجعه مكانه كده تمام. وقبل ما اركب المسمار، احنا عندنا مشكله في الاكره دي يا جماعه، اسمها مشكله المسمار جوه مش عارف اعمل ايه، المسمار صدى جوه مش عارف اعمل ايه. ليه؟ عشان ما بنحطش زيت على المسمار من جوه. حط زيت جوه على المسمار، ما يهمكش حط زيت، عشان وقت ما تحب تفك المسمار ده لاي ظروف اي يوم هتفكه معاك بمنتهى الذوق، بمنتهى السلاسه. كده اهو ربطت كده المسمار بتاعي تمام. بسم الله بسم الله. اتاكد طبعا داخل في القلب بتاعه. بسم الله. اربط كده. خلي بالك هربط ازاي بقى؟ لما الاكره تقفل معايا، ما اربطش الاكره عاليه، ما امسكش الاكره، لا سيبها. لما تربط معاك القلب ايه؟ يدقر معاك تحت، دقر معاك القلب تحت تمام، دقر معاك عشان تربط ما تحملش على التيله، تحمل يبقى الجلده محمله فين؟ في الخزنه جوه. يبقى انت حملك كله على الخزنه جوه على القلب، لكن مش على التيله. فينا تيله هنا كده، لو انت ربطت وحملت على الاكره هتحمل على التيله دي، ممكن تكسر التيله دي. شايف التيله دي؟ ممكن تكسرها. فما تحملش في رباط المسمار، رباط المسمار ما تحملش وتمسك الاكره، يبقى انت بتحمل على التيله. لا، انا عايزك تربط كده عشان الخزنه، بص القلب ده ينزل تحت، الصباب ينزل تحت يحمل على القاعده بتاعت الجلده اللي هي الزومبه، يبقى انت بتربط عليه على قوه القلب مش على التيله دي. بعد ما اربط كده جامد قوي تمام، اربط كده جامد قوي كده خلاص. شوف مش محمل ايه؟ مش محمل على ايه؟ التيله. ربطت المسمار بالزيت، شايف؟ الاخر خالص احرق وما خافش. وادي زيت تاني برضو، ادي زيت تاني ما يهمكش، ادي زيت ما يهمكش. يوم ما تحب تفك المسمار ما تجيبش بقى 10 رجاله معاك يفكوا معاك المسمار، لا خلص الموضوع. طبعا ده الشمال بالنسبه لي، بالنسبه للتليفون الكاميرا كده خلاص عملنا له وش تاني، ما كانش له وش هنا، لان عندنا دايما ايه؟ معانا قطع غيار دايما جميع انواع الوش الاكره. كده صلحنا الخلاط. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب برضو جلده بتتباع في السوق اللي هي بتاعت البوز بتاع الخلاط، اللي هو الفلتر بتاع الخلاط تمام. سهل جدا جدا، والفلتر بيتباع في السوق سهل جدا موجود تمام. افضل برضو برجع اقول لك، افضل لما اركب دي بالذات، عشان دي ساعات بتتكسر منك. ليه؟ عشان مش بتحط لها زيت. حط لها زيت يا عم، اي فلتر عندك حط له زيت، ده لازم بيتكسر عندك، دي تفكه في البيت بيتكسر عندك. شايف؟ اهو احط له زيت كده واربطه بايدي كده، يوم ما احب افكه في يوم من الايام دخل فيه رواسب، يبقى انا عملت ايه؟ نظفته وروقته بسهوله ويفك معايا بسهوله كده. واربط بايدي بس، ما اربطش بحاجه، بايدي بس كده بس. خلاص شكرا على الجون بتاعه. طبعا كده خلاص صالح الحمد لله، ورجعناه جديد لانج، حاجه محترمه نظيفه جدا. وطبعا تنس هركبه ان شاء الله. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل خطوه هنا يا جماعه لازم تزيت، لازم تزيت، ومع زر الاطاره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.